صباح الفل، انا مريت النهارده هنعمل وصفه اقتصاديه وهي البانيه الصيامي، يعني من غير فراخ، بس في نفس الوقت انا حاطه فيه مكونات معليه قيمته الغذائيه جدا وهيكون طعمه حلو قوي. انسوا بقى اللي انتوا كنتوا بتشتروه من بره اللي هو النباتي او الصيامي. ده ليه قوام وملمس مختلف وطعم مختلف خالص، وانا متاكده ان هو هيعجبكم وهتبقى تجربه جديده بالنسبه لكم ان انتوا تعملوا حاجه زي كده وهيعجبكم الطعم بتاعها. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا متابعه على الصفحه بتاعه الفيسبوك واليوتيوب، اشتراك ولايك للفيديو، ويلا بينا نبدا على طول. اول مكون معايا هو العدس الاصفر، انا غسلاه بس مش نقعيه، وبعد كده هحطه في ميه بتغلي واقلبه وهسلقه بس 3/4 سلق. يعني مش هسيبه يتهرى للاخر، لا هو بس يعني نص سلق 3/4 سلق زي ما انتم شايفين كده. حبايه العدس يعني لسه فيها ايه، جامده شويه، انها ممكن اكنها بتتكسر بس مش بتتهرس. يبقى كده عندي اول حاجه جاهزه معايا هي العدس. بعد كده هحطه في مصفى زي دي وابتدي ان انا اضغط عليه كويس واطلع اي ميه من جواه. كل ما الوصفه ما كانش فيها ميه كتير كل ما كانت ناجحه معاكم اكتر وما تفكش معاكم. ده كيلو الا ربع من البطاطس، هو كان وزنه حوالي 750 جرام. البطاطس طبعا هقشرها وهقطعها كده مكعبات صغيره واحطها في ميه تتسلق. انا اقطعها مكعبات علشان تكون اسرع في السلق. بعد كده احط العدس بقى في الكبة او الخلاط، المهم ان انا اطحنه كويس قوي لحد ما يكون القوام بتاعه ناعم زي ما انتوا شايفين كده، اللي هو ناعم خالص. بعد كده بقى احطه في طبق، وبعد كده ههرس البطاطس، ههرسها بالاول بالهراسة كده، وبعد كده ابقى قدام شوية هرسها بالشوكة، يعني لازم تكون ناعمة هي كمان قوي. البهارات بقى معايا بابريكا، معايا فلفل اسمر، ومعايا بصل بودرة وكركم وكزبرة وكمون، وطبعا الملح. دي البهارات بتاعتي هقسمها على الطبقين، الطبق اللي فيه العدس والطبق اللي فيه البطاطس، يعني عشان اضمن ان كل طبق من دول شارب المكونات كويس او البهارات كويس معايا. هبتدي ان انا البطاطس يعني اقلبها كده او اعجنها بشوكة، يعني بمعلقة. انا حبيت اعملها بايدي عشان خاطر يعني اضمن ان البهارات يعني ايه اندمجت كويس مع البطاطس. وبعد كده برضو الطبق اللي هو فيه العدس برضو هقلبه كويس مع البهارات. والبطاطس برضو عملتها بالشوكة كمان عشان اتأكد ان هي ما فيهاش حتت صغيرة وان هي تكون ناعمت خالص. بعد كده بقى احط البطاطس على العدس وابتدي ان انا اقلبهم مع بعض. وكمان هحط في الوقت ده حوالي معلقتين زيت كده كبار بس ممسوحين، مش معلقتين مليانين. وهحط حوالي برضو 5 أو 4 فصوص كده من الثوم. وكده المكونات بقت جاهزة معايا، فهقلبهم كويس مع بعض. قلبت شويه بالشوكه، وبعد كده طبعا انا بفضل طبعا ان احنا نعجنهم كويس وندمجهم كويس مع بعض علشان يبقى الطعم كده متجانس، ما تحسوش ان طعم البطاطس لوحدها والعدس لوحده، لا يبقى الطعمين كده مع بعض تمام. لحد ما تبقى زي ما انتم شايفين كده عجينه طريه. احنا مش هنضيف بقسماط ولا دقيق ولا اي حاجه، هي الوصفه عشان احنا نصفي منها الميه كويس فهي متماسكه. نيجي بقى لخطوه التشكيل. هجيب اي حاجه عندي احط عليها كيسه، والكيسه دي ادهنها بالزيت عشان خاطر لما اجي ارص عليها القطع بتاعه البانيه ما تلزقش في الكيسه. فادهنها كويس، وبعد كده بقى وانا شغاله هدهن ايدي بالزيت طبعا عشان الخليط ما يلزقش في ايدي. ده حاجه مهمه ان انتوا تدهنوا ايديكم بالزيت. انا كنت بعمل ايه بقى، كنت باخد كل حته من الخليط ده واعمله كوره، بس بقى دهنه ايدي زيت كويس، فالكوره دي بتبقى متغلفه بالزيت. فلما باجي بقى ابططها كده او اخليها بشكل البانيه ما بتقعدش بقى تلزق في ايدي وتاخد مني وقت، لا انا عملتها كور كلها مره واحده. وبعد كده خدت كل كوره وبقيت اضغط عليها بايدي، وبرضو ايدي دايما هتلاقوا فيها لمعة عشان هي ايه، مدهونة بحبة زيت صغيرين. وبس كده عملت شكلها شبه شكل البانيه اللي احنا بنجيبه عادي لو تقطيعة البانيه يعني. بس هبتدي ان انا ايه اعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. ولما اخلصها خالص هبتدي بس ان انا اجيب فرشة كده ويعني ادهن وشهم كلهم بالزيت علشان انا هحط عليهم كيسة كمان من فوق علشان هيدخلوا الفريزر.
اهم خطوه هنا ان احنا ما ينفعش ابدا نقلي البانيه وهو يعني زي ما هو كده، لان انا لسه هحطه في خلطه فهيتقطع منكم ومش هيبقى متماسك خالص. لازم ان احنا نغطيه بكيسه وندخله الفريزر على الاقل ساعتين يمسك نفسه ويبقى جامد عشان اقدر احطه في الخلطه اللي انا محضراها فيه. الخلطة بقى السايلة عبارة عن كوباية دقيق، وهحط على كوباية الدقيق دي باكو من اللي هو الفيجيتار. لو مش حابين تحطوا فيجيتار فهتحطوا نفس البهارات اللي احنا حطيناها على الخلطة بتاعة البانيه من الاول، هي كانت البابريكا والكركم والملح والفلفل الاسمر والكزبرة والكمون. وبعد كده هقلبهم مع بعض كويس، وبعد كده ابتدي ان انا اضيف المية بالتدريج حبة بحبة كده، واقلب لحد ما يبقى عندي القوام شبه كده ايه، اخف شويه من القوام بتاع الكيك يعني، لا هو سايب خالص ولا هو تقيل قوي، لا في النص كده. وهوريكم القوام برضو يكون عامل ازاي. وفي الوقت ده برضو هتحطوا ملح، تدوقوا الملح بتاعكم كويس وتظبطوه في المرحله دي، وده القوام اللي احنا عايزينه. شايفين هو اخف من قوام الكيك بشويه. تاني مكون معانا اللي بيديني بقى القرمشه وطعم حلو قوي وهو الكورن فليكس المجروش. ده بيتباع عند العطار، بيبقى في منه مجروش كده حبيباته تخينه شويه، وفي منه اللي هو الناعم خالص. انا حبيت ان انا اجيب المجروش ده عشان انا جربته قبل كده كذا مره فكان عاجبني جدا وبيدي قرمشه حلوه قوي. خصوصا الخلطه بتاعتنا بتكون طريه شويه من جوه وبتبقى فيها قرمشه من بره، فده اللي بيدي القرمشه. زي ما انتم شايفين قطعه البانيه او اللي احنا عملناه، الخلطه اللي احنا عملناها متماسكه وجمدت لاني حطيتها في الفريزر. هبتدي احطها في الخلطه السايبه الاول واصفيها كويس منها، ما اخليش عليها كتير، وبعد كده احطها في الخلطه بتاعه الكورن فليكس. لو مش حابين تستعملوا كورن فليكس فممكن تستعملوا عادي بداله اللي هو البقسماط عادي، سواء اللي هو الناعم او الخشن. انا هعمل الكميه كلها مره واحده، يعني هرصهم كلهم كده وهما متغلفين، وبعد كده هبقى اقليهم مع بعض برضو مره واحده. وانا بحط في الخلطه بتاعه الكورن فليكس لازم اضغط بايدي كويس كده علشان اضمن ان الكورن فليكس يعني لزق فيه كويس، فاضغط بايدي كويس ضغطه حلوه. وهكذا اكرر الموضوع كذا مره، وان انا اهم حاجه بس اصفيه من الخلطه السايبه دي على قد ما اقدر، مش ما اخليش حبه كتير عليها. بالنسبة للقلي فبيكون عندي الزيت طبعا سخن، وابتدي ان انا انزل بوحدات البانيه كده. لما يعني ياخد لون ذهبي حلو من تحت اقلب، يعني ما اقلبش على طول، لا استنى ما ياخد لون حلو كده من تحت وبعد كده اقلبه على الناحية التانية. وممكن بعد ما اقلبه على الناحية دي برضو اقلبه مرة كمان على الناحية الاولانية بحيث ياخد لون اغمق شوية. والوصفة بتاعتنا دي بتكون من بره زي ما انتم شايفين مقرمشة كده وحلوة، ومن جوه بيكون القلب طري شوية لان انا حاطة طبعا فيه عدس وبطاطس. فده القوام اللي كنت بقول لكم عليه، يعني ما تحسبوش ان انتوا كده الوصفة غريبة او ان هي من بره حاجة ومن جوه حاجة، لا انا قصدي انها تكون كده من بره مقرمشة ومن جوه طرية شوية، عشان كده قلت لكم ده مختلف عن البانيه اللي بتشتروه من بره. الوصفة دي بأمانة طعمها حلو قوي، لما تجربوها هتحسوا انكم بتاكلوا حاجة مختلفة. انا قبل كده كنت مستعملة بدل العدس الاصفر حمص الشام، بس بجد ده كمان طعمه رائع.